دخلنا اليوم 11 على التوالي من احتجاجات كوبا، والوضع خرج رسميا عن السيطرة. مش بس بقينا نشوف الناس بتدق الأواني في الضلمة، احنا شايفين مقر الحزب الشيوعي بيتحرق. عشان أكون واضح، ده مش تعبير مجازي. المتظاهرين في مدينة مورون اقتحموا مكاتب الحزب الشيوعي المحلية وسحبوا الأثاث للشارع وولعوا فيه. قوات الأمن كانت في المنطقة، اتفرجوا على اللي بيحصل. نفس النظام اللي حكم على المتظاهرين ب 22 سنة سجن في 2021 وقف يتفرج بس، ومكاتبه بتتحرق. قوات الأمن هدفها الرئيسي تسحق الاحتجاجات قبل ما تنتشر أكتر. في الحقيقة لو يقدروا يسكتوا الشوارع في ليلة واحدة كانوا عملوها، بس المشكلة بالنسبة للحكومة دلوقتي أكبر بكتير من شوية مظاهرات متفرقة. المرة دي مش حي غاضب واحد ولا مدينة محبطة واحدة بس، الغضب في كل مكان. من يوم 7 مارس الاحتجاجات بتنفجر تقريبا في نفس الوقت في كل أنحاء البلد، في هافانا، سييغو دي افيلا، ماتانزاز وسانتياغو دي كوبا. كل ده بدأ بسبب عطل في محطة كهرباء. في يوم 4 مارس عطل في الغلاية في محطة أنطونيو جيتاتاس الحرارية في ماتانزاس، تسبب في سلسلة من الأعطال اللي قطعت الكهرباء تقريبا عن كل الجزيرة. في ساعات قليلة 80% من كوبا اتقطعت عنهم الكهرباء، حوالي 7 مليون شخص بقوا في ظلام. أحياء كاملة اختفت في الظلمة، وفي مناطق فضلت في عتمة تامة لمدة 51 ساعة متواصلة. حتى دلوقتي كوبا داخلة على الأسبوع الثالث على التوالي من غير كهرباء مستقرة. المستشفيات بالكاد صامدة وبتشتغل على مولدات احتياطية قربت تخلص وقود. في هافانا المخابز رجعت للوراء وبتخبز العيش على نار الحطب عشان ما فيش غاز خالص يشغل الأفران. بس بص كده، العطل في الغلاية ده ما كانش هو السبب الحقيقي للأزمة دي، هو بس كشفها. السبب الحقيقي راجع لزمان بعيد. الموضوع مرتبط باتفاق بين 2 حكام ديكتاتوريين ماتوا من حوالي ربع قرن. عشان تفهم ازاي كوبا وصلت الوضع ده لازم ترجع أكتر لورا، لحد الثورة الكوبية سنة 1959. بس قبل ما نبدأ في الموضوع حابب أفكرك بسرعة تضغط على زر الاشتراك تحت لو لسه ما اشتركتش، ده فعلا بيفرق معانا كتير. تمام، يلا بينا نبدأ. الثورة فعلا لقت دعم من الناس العادية في كوبا، وقدمت رعاية صحية وتعليم مجاني وإصلاح زراعي شامل. الحكومة الجديدة عملت حاجة أشبه بعقد اجتماعي حقيقي مع الفقراء في المناطق الريفية اللي كانوا مهمشين في النظام المدعوم من أمريكا قبل كده. لكن اقتصاديا كوبا المستقلة كانت دايما واقفة على أرض مهزوزة. الجزيرة بتنتج سكر، تبغ ونيكل، وده تقريبا كل حاجة. وبعد الثورة على طول تقريبا الأمور بقت أصعب. في سنة 1960 الولايات المتحدة فرضت حظر تجاري شامل قطع كوبا عن أكبر سوق لها وأقرب شريك تجاري. فجأة الجزيرة اضطرت تعيش من غير النظام الاقتصادي اللي تبنت عليه. كوبا كانت محتاجة طوق نجاة، راعي قوي مستعد يسند اقتصادها، ولقته الاتحاد السوفيتي تدخل فورا تقريبا. الاتفاق ده كان بسيط لكن كريم جدا. كوبا كانت حتتحالف سياسيا وعسكريا مع موسكو وتكون قاعدة للاتحاد السوفيتي في نصف الكرة الغربي، وتنشر فكرة أن الاشتراكية ممكن تنجح في أمريكا اللاتينية. في المقابل السوفيت كانوا حيمولوا اقتصاد كوبا بشكل رئيسي. كانوا بيشتروا السكر الكوبي بأسعار مبالغ فيها جدا، أوقات كانت 4 أو 5 مرات أعلى من سعر السوق العالمي، وكمان أغرقوا الجزيرة بالبترول الرخيص، واللي هافانا كانت بتقدر تعيد تصدير جزء منه مقابل عملة صعبة. في أواخر الثمانينات الدعم وصل ل 4.3 مليار دولار سنويا، وكان تقريبا 21% من الناتج القومي الكوبي. ده مستوى غير عادي من الاعتماد. ببساطة اقتصاد كوبا كان عبارة عن دعم سوفيتي وجزيرة متعلقة به. لكن في سنة 1991 الاتحاد السوفيتي انهار. الصدمة اللي حصلت لكوبا بعدها لسه الناس فاكرينها باسم الفترة الخاصة، وكانت مدمرة. من 1989 ل 1993 الناتج المحلي الإجمالي في كوبا انهار بحوالي الثلث. الواردات والصادرات انخفضوا أكثر من 80%، وشحنات البترول اللي بتشغل شبكة الكهرباء بقت جزء صغير جدا من اللي كانت عليه قبل كده. التأثير على الحياة اليومية كان شديد. في أسوأ سنين الأزمة الكوبي العادي فقد حوالي 20 رطل من وزنه عشان ما فيش أكل كفاية. الناس كانوا بيأكلوا أي حاجة يذاقوها، حتى حاجات عمرهم ما اعتبروها أكل قبل كده. انخفاض السعرات كان كبير لدرجة إن مجلة الجمعية الطبية الكندية وصفت بعض المناطق إنها شبه مجاعة، ومع كده النظام فضل صامد.
النظام استمر جزئيا بسبب السيطرة السلطوية وكمان بعض التعديلات الاقتصادية اللي اتعملت بصعوبة. الحكومة شرعت استخدام الدولار الأمريكي وفتحت أجزاء من الاقتصاد للسياحة وسمحت للمشاريع الخاصة الصغيرة تشتغل بشكل محدود. الإصلاحات دي ثبتت الوضع بالكاد علشان تمنع انهيار كامل، بس هي ما حلتش المشكلة الأساسية. كوبا فضلت نفس الجزيرة بنفس القيود، موارد طبيعية قليلة جدا، ما فيش إمدادات نفط محلية وما فيش شريك تجاري قوي مستعد يدعم اقتصادها. في 1998 هوغو تشافيز المظلي السابق فاز برئاسة فنزويلا. بالنسبة لكوبا كان زي ما لقوا اتحاد سوفيتي جديد. تشافيز كان مؤمن بالقضية فعلا. قبل كده بسنين في 1992 حاول يقلب نظام الحكم في فنزويلا بانقلاب فاشل واتسجن في الآخر، بس فترة السجن دي ما كسرتوش، بالعكس خلت نظرته للعالم تبقى أصلب. قضى السنين دي بيقرأ نظريات سياسية ويدرس الحركات الثورية، وكون رؤية عن أمريكا اللاتينية متأثرة جدا بأفكار فيدل كاسترو اللي كان قابله وأعجب بيه. كاسترو فهم على طول هو بيتعامل مع مين. تشافيز ما كانش مجرد سياسي تاني بيعدي على الهافانا، كان حليف أيديولوجي على المدى الطويل وبيتحكم في واحدة من أغنى دول العالم بالنفط. لما تشافيز زار كوبا سنة 1998 كاسترو عامله زي أخوه في الثورة، حتى عرض عليه إقامة فخمة في هافانا كانت لسه متجددة عشان زيارة البابا يوحنا بولس الثاني، وفيها أسقف مرسومة باليد ورخام إيطالي. وبسرعة العلاقة بقت أعمق من مجرد دبلوماسية بسيطة. لما الضباط الفنزويليين أطاحوا بشافيز لفترة قصيرة في انقلاب سنة 2002، فيديل كاسترو كان من أوائل الزعماء اللي اتصلوا وشجعوه ما يستسلمش ويرجع السلطة لنفسه. البلدين كانوا عارفين هم عايزين إيه. كوبا كانت محتاجة البترول بشدة، وفنزويلا محتاجة الخبرة والعمالة اللي ما كانتش عندها. فعام 2000 هوغو شافيز وفيديل كاسترو عملوا واحدة من أغرب الصفقات الاقتصادية في العالم الحديث. فنزويلا بدأت تبعت لكوبا حوالي 53 ألف برميل بترول كل يوم، ومع مرور الوقت الرقم وصل ل 90 ل 100 ألف برميل يوميا في أعلى مستوى وبسعر منخفض جدا. يعني كوبا ما كانتش بتدفع أسعار قريبة من الأسعار العالمية، وبدل ما كوبا تبعت فلوس كانت بتبعت ناس. أطباء كوبا تدفقوا على أفقر أحياء فنزويلا من خلال برامج زي باريو أدينترو، وفتحوا عيادات في مجتمعات نادرا ما شافوا دكتور قبل كده. زمان كان فيه أكثر من 30 ألف من الطاقم الطبي الكوبي بيشتغلوا في فنزويلا، وكوبا كمان بعتت مدرسين ومدربين رياضيين وأخصائيين تقنيين، وسرا هافانا كمان بعتت مستشارين استخبارات. الناس دي اشتغلت عن قرب مع قيادة فنزويلا وساعدت في بناء أجزاء من نظام الأمن والمراقبة هناك. في بداية العقد الثاني من الألفينات شريان الحياة الفنزويلية كان ضخم جدا. النفط الفنزويلي والدعم الاقتصادي كانوا جزء كبير من اقتصاد كوبا، وأوقات كانوا أكثر من الدعم اللي الجزيرة أخذته من الاتحاد السوفيتي زمان. النظام الكوبي اتعود يعيش على شرايين الحياة اللي بتيجي من برا، لدرجة إنه عمره ما حاول يحل المشاكل العميقة في اقتصاده بنفسه. بدل ما يعيدوا هيكلة النظام أو يطوروا البنية التحتية أو ينوعوا الإنتاج، هافانا كانت دايما بتعتمد على اللي يساعدها تكمل، وأولهم كان الاتحاد السوفيتي وبعد كده كانت فنزويلا. بس الاتفاق ده كان مبني على افتراض هش إن فنزويلا دايما هيبقى عندها فلوس بترول زيادة. بص، في مارس 2013 هوغو تشافيز مات بسبب السرطان اللي اختاروا يكون خليفته، وكان سواق أوتوبيس ومنظم نقابي اسمه نيكولاس مادورو مسك الحكم، وعلى طول تقريبا الأساس اللي كان شايل اقتصاد فنزويلا بدأ يتهز. في عهد تشافيز فنزويلا ركزت اقتصادها على البترول، وكانت بتنتج ملايين البراميل يوميا وبتكسب فلوس كتير. بدل ما يستخدموا الفلوس لصيانة حقول البترول أو تحديث المصافي أو تقوية الشركة الحكومية، صرفوا جزء كبير على برامج اجتماعية ومصالح سياسية. طول ما أسعار البترول كانت عالية النظام كان شغال، لكن في 2014 أسعار البترول العالمية انهارت وفنزويلا ما كانش عندها أي احتياطي. الاقتصاد وقع، التضخم بقى خارج السيطرة تماما. في أسوأ الفترات التضخم السنوي في فنزويلا وصل أكثر من 1,000,000%. السوبر ماركتات فضيت والمستشفيات ما فيهاش حتى الأدوية الأساسية. الناس العادية في فنزويلا وزنهم نزل عشان الأكل بقى نادر وغالي. دراسات كتير بعد كده قدرت إن الشخص العادي فقد من 10 ل 20 رطل في أسوأ سنين الأزمة دي، والناس بدأت تهاجر مش بالآلاف، بالملايين. أكثر من 8 مليون فنزويلي هربوا من البلد في فترة مادورو،
وده سبب أكبر أزمة نزوح في التاريخ الحديث للنصف الغربي من الكرة الأرضية. وفي نفس الوقت الصناعة اللي كانت ماسكة فنزويلا كانت بتنهار. في أول عهد شافيز البلد كانت بتنتج حوالي 3 مليون برميل نفط يوميا. في أوائل العشرينات الإنتاج قل لأقل من 700 ألف برميل يوميا، يعني انخفاض فوق 75%. سنين من سوء الإدارة والعقوبات وقلة الاستثمار المستمر خلوا القطاع ينهار من جوا. المهندسين والفنيين المهرة سابوا البلد من زمان. المعدات كانت بتتعطل وما بتتصلحش غالبا. حقول البترول اللي كانت بتشغل واحدة من أكبر الدول النفطية في العالم دلوقتي بتنتج جزء بسيط جدا من إنتاجها القديم. البترول كان مدي كوبا حياة تانية، ودلوقتي بقى بيختفي برميل ورا برميل. فالشحنات اللي بتروح لكوبا بدأت تقل وبعدين قلت أكتر. سنة 2019 كوبا استقبلت حوالي 50 ألف برميل يوميا، يعني يدوب نص الكمية اللي كانت معتمدة عليها قبل كده. في منتصف العشرينات الإمدادات بقت غير منتظمة، لدرجة أن الحكومة الكوبية قننت الكهرباء عشان ما كانش عندهم وقود كافي للمحطات. روسيا حاولت تساعد، لكنها كانت بتستنزف موارد ضخمة في حربها في أوكرانيا وما قدرتش تتحمل كمان تكلفة طاقة كوبا. المكسيك ساعدت وسدت جزء من الفجوة، وفي وقت من الأوقات كانت بتورد حوالي 44% من واردات النفط لكوبا، لكن حتى الدعم ده كان ليه حدود. الصين بصت على الفاتورة وقررت أن كوبا مش مستاهلة تدفع عشانها. فلأول مرة من سنة 1959 كوبا لقت نفسها في موقف عمرها ما واجهته قبل كده تقريبا، ما فيش حد تتعلق بيه. دلوقتي في تفصيلة فعلا عصبتني لما قريتها. تحليل من الحكومة الأمريكية تمت مشاركته مع جريدة النويفو هيرالد كشف أن بين آخر 2024 وآخر 2025 كوبا كانت فعلا بتستلم حوالي 70 ألف برميل نفط في اليوم من فنزويلا. النظام كان بيبيع سرا حوالي 40 ألف برميل، يعني 60% منهم لمشترين آسيويين بعملة صعبة. الحكومة الكوبية كانت بتبيع وقود شعبها للعالم والناس في الضلمة، وبعدها الأمور تغيرت. في 3 يناير 2026 القوات الأمريكية قبضت على نيكولاس مادورو، وفجأة تقريبا البترول الفنزويلي اللي كوبا كانت معتمدة عليه لسنين وقف. وفي نفس الوقت حصلت حاجة تانية ممكن تكون مهمة زي البترول. لسنين الحكومة الكوبية كانت مصرة إنها بس بتبعت مدنيين لفنزويلا زي الدكاترة والمدربين والمعلمين. تاني يوم بعد الغارة الأمريكية جريدة الحزب الشيوعي الكوبي نشرت قائمة بالأسماء والصور. اتقتل 32 مواطن كوبي خلال العملية، وطبقا للقائمة ما كانوش دكاترة، كان من ضمنهم ضباط من القوات المسلحة الثورية وعملاء من وزارة الداخلية، ناس كانوا شغالين جوا الحراسة الشخصية لمادورو من جوا، وده مش حاجة بسيطة. الحكومة الكوبية بنت كل شرعيتها حوالين قصة السيادة، جزيرة صغيرة بتدير شؤونها بنفسها. بس اللي وضحته مداهمة 3 يناير في ليلة واحدة كان جانب تاني للحقيقة. عشان كده بعد أسابيع في 29 يناير الرئيس دونالد ترامب وقع أمر تنفيذي 14380، وده سمح بفرض رسوم جمركية على أي دولة بتورد نفط لكوبا. جريدة نيويورك تايمز قالت ده أول حصار فعال على كوبا من أزمة الصواريخ الكوبية. المكسيك وقفت الشحنات، روسيا ما قدرتش تتحمل مخاطر الجمارك، والجزائر انسحبت. إمدادات الوقود في كوبا شبه انتهت وما بقاش قدامها غير التفاوض مع واشنطن. ففي 13 مارس الرئيس ميغيل دياز كانيل طلع على التلفزيون الوطني الكوبي وأكد أن حكومته بدأت محادثات دبلوماسية مع الولايات المتحدة. قال إن المناقشات كانت محترمة وركزوا على تحديد مشاكل البلدين وإيجاد حلول. وفي نفس الوقت هافانا أعلنت الإفراج عن 51 سجينا سياسي كخطوة حسن نية. دياز كانيل كان حريص جدا في الطريقة اللي عرض بيها كل ده، عمره ما قال بالضبط واشنطن بتطلب إيه. الحكومة الكوبية نفت رسميا وجود مناقشات عن تغييرات في القيادة، بس في شائعات إنه إدارة ترامب بتضغط علشان صفقة يتنحى فيها دياز كانيل. مسؤول في البيت الأبيض قال للصحفيين الأسبوع ده إن كوبا دولة فاشلة وإن صفقة مع واشنطن هتتعمل بسهولة جدا. الشخص اللي بيتولى المفاوضات من الجانب الأمريكي هو ماركو روبيو. عائلة روبيو هربت من كوبا بعد الثورة وقضى مسيرته السياسية كلها بيأكد إن النظام الكوبي ما ينفعش ياخد مخرج سهل. لو حد في هافانا متخيل إن المفاوضات دي هتنتهي بمصافحة مهذبة وخروج محترم لدياز كانيل يبقى مش فاهم بيتعامل مع مين. بس في مشكلة أكبر، دول زي فنزويلا حتى في أسوأ أوقاتها كان ليها مكانة سياسية وانتخابات وقادة معارضة. كان فيه مؤسسات ممكن على الأقل
الغضب الشعبي يتنظم فيها ويبقى له شكل سياسي. كوبا ما عندهاش ده، ما فيش حزب معارض، ما فيش انتخابات تنافسية، ما فيش طريق قانوني حقيقي للناس عشان يعارضوا الحكومة، وده بيخلي المفاوضات أصعب بكتير.